رجعت لكم فيديو عن عرض سرفايفر سيريز، ايه الايجابيات والسلبيات ومين الراجل المقنع ده بعد ما شفت تحليلات اجانب كتير جدا. الفيديو النهارده مش هيبقى طويل، يعني ممكن 6 دقايق ولا حاجه. تعالوا لكم بقى التفاصيل. عامل لكم سحب على ايفون لما الفيديو يوصل ل 20 لايك اختار الفايز وهل نانو المغرب. تعالوا اقول لكم بقى التفاصيل. بصوا يا جماعه، العرض فيه ايجابيات وفيه سلبيات. انا ممكن امبارح كنت سجلت بعد العرض فكنت خسفت بيه الارض خالص، بس هو فعلا في حاجات كويسه. ده اخر عرض في عرض شهري في 2025. والملخص بتاعه بسرعة كده إن كان ماتش السيدات كسبوا فيه فريق ريا ريبلي، وماتش بطولة القارات دومينيك كسب جون سينا بمساعدة طبعًا من جادجمنت داي ومليون حد وليف مورجان في الآخر. وماتش السيدات ستيفاني باكير حافظت على البطولة. وماتش الرجالة فريق الفيجن اللي كسب بتدخل واحد غريب. فكرة يا جماعة السلبيات بتاعة العرض إيه والإيجابيات إيه؟ السلبيات أول حاجة ما فيش اللي هي الshark cages اللي هو أقفاص القرش اللي بتبقى برّه دي، اللي هو كان دايمًا أصلًا في لحظة كده كان درو كان بانكو ورومان اتخانقوا مع بعض في القفص ده، وجابت أعلى views في السنة كلها في قناة الWWE. ما أعرفش هُم ليه لغوها. وبعدين كمان فكرة إن الحلبة بتلاقي دايمًا المصارع بيخش فجأة كده مش عارف أصلًا مين اللي موجود والّا مين اللي في الدنيا. وحاجة تانية الإعلانات اللي ما بتخلصش، أنا ما أعرفش الWWE عندها فريق متخصص في إدارة الوقت عشان يلاقي طريقة جديدة زي دي. الجمهور متعود على سلسلة إعلانات في الRaw وSmack Down، بس في العروض الشهرية ما كانش كده أبدًا. فالجمهور بقى بيتفرج على إعلان ورا إعلان سواء على Netflix أو ESPN. و وطبعًا بيبقى في وقت ضايع كبير بسبب حملة الإعلانات دي، على عكس أيام ماكمان يعني. وكان الأولى في ناس بيقول لك إن الأولى في الوقت الضايع ده كنت عملت ماتش Survivor Series Elimination Tag اللي هو فريق بيتثبت ويطلع واحد يتبقى 4 وكده. وحاجة كمان بقى نبدأ في السلبيات اللي هو كسلبيات يعني فنية وكده. الWar Games بقى معروف إن هو مجرد فريقين، واحد وكل فريق 5 ضد بعض، وده بيبقى عشان يزوّد العداوات أو يلعب على تاريخ المصارعين. فليه أصلًا تبدأ الماتش بBron Breakker بCM Punk؟ أنا مش فاهم. يعني Bron Breakker كلنا أصلًا مستنيينه في حاجة زي كده لمّا يخش في النُص فيبقى مهايبر عمّال يتنطط ويعمل الحركات بتاعته دي. إنما أنت كنت بدأت بDrew وPunk وتجدد العداوة القديمة دي، وحتى الناس تحب تشوفهم سوا في الحلبة. وده حصل في ماتش السيدات على فكرة بين بيكي لينش وشارلوت فلير. طب مين بقى المهاجم الغامض اللي ده في ماتش الفيجن ده؟ بُص، الجمهور بتاع الWWE ما بيشبعش من القصص القوية اللي هي فيها أسرار أو كده. والراجل اللي دخل مغطي وشه ده وعمل stomp وسوبر كيك، أول حد هييجي على بالك أو اللي الشركة عايزة تقوله لك، يعني الأجانب بيقولوا كده، هو إن هو سيس رولينز. يعني مين غيره هيعمل الstomp مثلًا؟ برغم إن سيس رولينز مصاب ومش جاهز يرجع. بس في ناس بتقول لك طب ممكن يكون عمل شفاء معجزي مثلًا وضحك علينا زي ما عمل قبل كده، خصوصًا إن هو لسه قايل في مقابلة أنا متفائل بخصوص وقت الrecovery بتاعي وهارجع بسرعة. وقال لك أنا ممكن بس هارجع على فبراير مثلًا، اللي هو لسه ب3، 4 شهور. وبيكي لينش كانت طلعت قالت على فكرة يا جماعة ده هيبقى بعد WrestleMania. بس الWWE عايزة ليه تقنعك إن هو سيس رولينز. طيب يا جماعة هو ما كانش سيس رولينز تمام؟ في الحقيقة ده أوستن سيري وخلاص الموضوع متأكد مليون في المِيّة، كبنية جسمانية وكحركات الإيد وكل حاجة. سيري أصلًا كان غايب فترة بسبب الإصابة تمام؟ والوقت ده عدّى دلوقتي. طب ليه هو تحديدًا؟ كان في إشاعات من كام شهر إن سيري هيكون عضو من فريق Vision قبل War Games، وكان هيكون بديل للوجان بول أو درو ماكنتاير، بس ده ما حصلش. الخيانة اللي حصلت دي أو الظهور بتاعه يعني خلّى أوستن سيري رسميًا عضو الأخير في الVision. وطبعًا أوستن سيري أنا كأدهم باحبه، يعني راجل جسمه حلو جدًا، أداؤه حلو، ولسه 29 سنة. وماكمان كان ممكن شايفه جون سينا الجاي، كان بيقولوا عليه كده دايمًا، وخلّاه يثبّت سينا وRollins وLashley وRollins ثبّته مرتين أظن. فهو نجم أنا باحبه بصراحة، يعني ممكن بيقولوا في المايك مش أحسن حاجة، بس الحاجات دي بتتطوّر يعني وخصوصًا مع Paul Heyman. فيا جماعة اللي ظهر أوستن سيري، ده خبر حلو. الخبر الوحش بس الطريقة، يعني مش ده الماتش اللي تقفله بالطريقة دي، وكمان أنت سايبه إن هي متعلقة كده. في حاجات برضه كانت ما عجبتنيش في العرض، زي مثلًا يعني إيه كودي يخش booking مع رومان رينز. ما أنت لو دخلت، ما هو في آخر العرض إن رومان بيقول لكودي أنا هاسلِّم على بانك بس مش هاخش معاك فريق أنت تاني. طب أنت حاططهم بتاع إيه؟ الناس زهقت من العداوة دي، ده بقى لها بتاع 3 سنين والّا سنتين. وبعدين بقى يخش تاني ورومان ياخد البطولة اللي خدها مليون مرّة، ومش هيلحق يقعد بيها، رومان قرب يعتزل أصلًا. فدي كانت حاجة مش موفّقة برضه. في إيجابيات في الموضوع، مثلًا العرض اتعمل في استاد مثلًا حاجة زي كده، فكان التفاعل أكتر والناس أكبر بكتير في بيترو بارك. في حاجة مثلًا زي شارلوت فلير إنها ظاهرة لابسة لبس مستوحي من واحدة من معجباتها، اللي هي كانت عندها السرطان يعني اسمها سكارلت. فده يثبت لك يعني إنها شخصية كويسة. وحاجة زي رجوع ليف مورجان دي حاجة كبيرة جدًا طبعًا، خصوصًا إن الإشاعات بتقول لك إنها مش هترجع بسبب إنها اتصابت، وكان بيقول لك هترجع في رامبل 2026. فظهورها مرة واحدة ده كان توقيت أحسن بصراحة، لإن لو تاخدوا بالكم الjudgment day وقعت خالص، يعني ما بقاش فيها حد غير دومينيك أصلًا، وهو حتى ما بقاش محتاجها. فدلوقتي هي تقدر ترجع وتجدد قصة روكسان بريز وهي بتحاول تخش المجموعة.
وتقدر تعمل booking حلو لليف مورجان كشريرة والّا محبوبة. حاجة بقى زي مثلًا جون سينا اللي خسر ده، أنا مش عارف بصراحة. في ناس مبسوطة بالحكاية دي بتقول لك ده أخلاق جون سينا على طول، وهو دايمًا بيدّي دفعات لناس. يا جماعة ده غلط. الأجانب حتى لمّا كان بيخسر من سولو سكوا كان بيقول لك إحنا عارفين إن هو المفروض يخسر من الناس الشابة ويدفعها، بس لازم من الوقت للتاني يكسب، أنت كده بتفقد مصداقيته معاك. فآخر عرض شهري سينا يخسر بالطريقة دي ما عجبتنيش خالص بصراحة. وحاجة زي مثلًا إن هم دفعوا بستيفاني باكير، دي حاجة كانت كويسة جدًا، لإن ستيفاني باكير ساعات كده أنتم عارفين في عصر تريبل اتش تحديدًا الWWE كان عندها خطط لستيفاني باكير كتير، وبتقيس ردود أفعال الناس عليها، عشان يعني ما يدفعوش حد زيادة عن اللزوم. فلمّا لقوها مُصرة وبتكسب واحدة hall of famer زي نيكي بيلا، ده كان طريقة بتزوّد بيها إنجازاتها عشان تقول للجمهور إنها فعلًا تستاهل وكده. وده على فكرة في عصر تريبل اتش أكتر، هو دي حاجة حلوة جدًا فيه، إن مثلًا تلاقي تيفاني ستراتون اللي عندها 24 سنة بتكسب شارلوت فلير اللي هي كبيرة في المصارعة، وتلاقي جونتر بيكسب جولدبرج. ماكمان كان بيفضّل الأساطير حتى في بيحطّهم فوق المواهب الشابة. ففاكر إنها كسبت دي حاجة يعني كويسة بصراحة. وكل التكهُّنات بتقول لك إنها هتخش أصلًا راس المنيا بطلة، غالبًا هتلاعب ريا ريبلي يعني. آآ بس بصراحة العرض أنا لسه عند رأيي، هو ما كانش أحسن حاجة خالص. يعني أنا ما كان نفسي بس ماتش الWar Games الأخير ده الترتيب بتاع الناس يبقى صح، ويبقى قفلته غير كده. يعني أنت حتى قفلته ما قُلتش إن ده Austin Theory، سايبني أنا غموض كده، كأنه في إفلاس إبداعي مثلًا. وحتى فكرة إن رومان يروح لكودي دي، مش عارف يعني الناس دي هتعمل إيه أكتر من كده. طيب ما هو WrestleMania 40 ده أنت دخل لك روك وتيكر وسولو ومش عارف سينا، كل الناس دي أنت هتعمل إيه تاني؟ أنت هتدخّلهم تاني مثلًا؟ ما أعرفش بصراحة يعني. خصوصًا إن هو لو في بناء بينهم ما فيش الfinal boss تاني خلاص. روك لو هيرجع في ماتش WrestleMania بتاع السعودية، وهياخد أعلى أجر مصارع في التاريخ، ده لو الماتش حصل. ف وطبعًا WrestleMania بتاعة السعودية دي لسه سنتين، والروك هيكون بيكحكح يعني، بس هيبقى ماتش حلو لو حطّوا فيه أي شرط أو كده. خصوصًا إن ده ماتش العالم كلّها مستنيينه، ماتش روك ورومان. يعني سيس رولينز كان قال لك مرّة: "أنا لو بقيت إداري في الشركة أو مسؤول عن القرارات، أول ماتش هاعمله رومان وروك، خلّوا الناس يبطّلوا صداع." ف خلاص ما هنعمل يعني مثلًا فكرة إن رومان وكودي دي يا جماعة عشان بس نقفل الموضوع، المرّة اللي فاتت كان روك موجود، والناس قعدت تهتف عايزين كودي، عايزين كودي. فالناس اختارت كودي، وكان في قصة 1300 يوم. هل مثلًا ممكن تقارن فترة رومان 1300 بفترة كودي التعبانة اللي هي مش عارف 200 يوم بقى لها دلوقتي دي؟ يعني إيه أصلًا اللي هيبقى على الline أو إيه اللي على المُحك مش عارف. إيه الحاجة اللي في خطر مثلًا؟ البطولة دي ولا حد بقى مهتم بيها أصلًا. ف خلاص يعني حتى لو تفتكروا كان بانك ودرو في عداوة على الأسورة اللي بتاعة إيد بانك دي، كانوا بيقولوا لك خلّوا الأسورة أهم من البطولات أصلًا. مش عارف بصراحة. ولو كده سينا هيخسر من جونتر هو كمان يبقى قفلة وحشة أوي المصارع بيحصل مرّة في العمر. بُصّوا يا جماعة موضوع الlive ده أنا ممكن أعمله لكم تاني، ومش شرط حتى عرض، ممكن نطلع نتكلم في حاجات عن المصارعة وكده وأسأل أخباركم وبتاع. وممكن نعمله في عرض أسبوعي بس يكون عرض ضخم شوية. وحاجة تانية أنا عملت فيديوهين live امبارح، فيديو كان ساعة وربع وفيديو ساعتين إلا ربع. الساعة وربع ده كنت باتكلم من الairpods ولاحظت إن الصوت واضح جدًا والnoise cancellation شغال والجودة حلوة جدًا. الفيديو التاني اللي كنت باتكلم من اللاب صوت الprocessor شغال وصوتي جاي من بعيد ومش عارف إيه. فأنا في الغالب يعني هاجيب AirPods، الAirPods اللي معايا دي أبقى شاحنها كويس، امبارح فصلت بعد ساعة تقريبًا، ونقعد معاكم في العرض بقى كلّها بنستخدمها. وحتى ممكن لو في ماتش السيدات أفصلها و واسيبها تشحن، لأن هي بتشحن في ربع ساعة ونُص ساعة بالكتير أوي، ونكمّل زي ما إحنا، لإن لاحظت الصوت بتاعها حلو فعلًا. أحلى تحية ليكم، منورين عندي في القناة، مع السلامة.